كل الناس محظوظين مثلك. وانت شايفه بقى ان انا حظي حلو؟ اذا الباص الكبير حابب يشوفك فحظك حلو كتير، والابواب كلها رح تنفتح لك. البص الكبير شخصيا عايز يشوفني ليه؟ شكله حابب يعمل بزنس معك. معايا انا؟ طب ما الاولى ما تاخذنيش طبعا يا ديدي، يعني يشتغل مع الراجل بتاعه دياب. لا دياب خلاص شبع، بعدين طمع كتير وعمي ونسي حاله. نحن هلا عم نفتش على بديل عنه. عم نفتش على بديل. وانا بقى البديل؟ اذا نجحت بالامتحان. ده لسه في امتحان واعمال سنه الامتحان هو انه لازم البيج بوس يعطي ابروفل عنك. واللقاء ده هيبقى فين ان شاء الله؟ انا رح دبر لك موعد سريع كتير، بتطلع بتسافر وبتقابله، وصدقني هيدي السفرة رح تغير لك حياتك كلها. رح تصير حسام الهلال الجديد، ومن بعد ما كنت عم تتقاسم الرزق مع غيرك رح تكون الملك، ملك السلاح بمصر. ابقى حسام الهلالي جديد. واضح انه فاهم شغلته منيح ومتمكن من حاله. انت متاكده من اللي عم تقوليه؟ بعتقد انه هو افضل شخص ممكن ياخذ محل دياب بمصر. رتبي لي موعد معه عندي بكرواتيا. اوكي، كونجراتيوليشنز، مبروك. انا شفت الموت بعيني يا ايمان. ما انا قلت لك خليكي قاعده معايا يا ماما. الحمد لله حضرتك قدر ولطف، وكويس قوي انها جت لحد كده. المهم طمنيني عمر اخباره ايه؟ عمر تعبان قوي، الجيران نزلوا فيه ضرب، فاكرين ان هو اللي جاب الونش عشان يهد العماره. طب ده قال له واجب يعملوه معاه. حرام عليكي، بدل ما تطمني على اخوكي في المستشفى. مستشفى؟ هو الموضوع وصل للمستشفى؟ ايوه طبعا، مش الجيران كلهم نزلوا يضربوه. والله يستاهل. حرام عليك، يستاهل ايه بس؟ والست الاولى ما نبهاش من الضرب جانب؟ ست لولا اختفت جيسوسه، وقت الضرب ما لقيناهاش، لكن وقت الاسعاف ظهرت. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يطمنك عليه ويقومه بالسلامه. بقول لك يا امان، انا هسافر بكره اوروبا يومين ثلاثه كده وراجع ان شاء الله. يعني ايه تسافر بكره؟ انت ليه ما قلتليش قبل كده؟ شغلانه جت طياري على السريع كده، لازم اسافر لها. وهسيب لك هنا دولار وعريان عشان ياخدكم تشوفوا الفيلا الجديده اللي انا جبتها عشان تبقى بيتنا ان شاء الله. فيلا مره واحده؟ إيه بس انت جبت فلوسها منين؟ بالقسط وعلى 7 سنين. ليه تورطنا في اقساط بقى؟ حرام عليك يا حسام. ما تقلقيش، خير ربنا كتير والحمد لله. بعدين مفيش حاجه تغلى على ملوكه عشان تلعب في الجنينه والبسين. هو في بسين؟ في بسين يا حبيبتي، في بسين يا غاليه، يا غاليه يا بنت الغاليه. تفضل. من هنا تفضل. اهلا وسهلا استاذ حسام. اهلا بيك. لا 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 لا، ماليش فيك. لحظة عن إذنك. رميتك في الشارع وعلمتك المحاصيل. كنا معك تاكل، طعميتك ولبستك. شو اللي خليك تسرق؟ روح رشدي. اهلا يا حسام. اهلا فندم. تفضل. للحقيقة سمعت عنك كتير اشياء، وهذا اللي خلاني اهتم اني اشوفك شخصيا. يا رب تكون حضرتك سمعت خير. لحد هلا خير، انما اللي ممكن يكون من وجهة نظرك خير ممكن يكون من وجهة نظري شر، والعكس صحيح. صحيح، كل واحد ونيته يا مستر البير. وبناء على اللي سمعته بدي اياك تشتغل عندي
وبالتالي تترك دياب، وهيك بصير لك كيان خاص فيك. طيب مبدئيا يا مستر البير انا ما بشتغلش عند حد، انا ودياب شركاء مش بشتغل عنده. بس انت معنا رح تكسب كتير. انا مش عارف انتوا بتعملوا فيا ايه بالظبط، هو انتوا بتحلوا لي الدنيا وتطمعوني ولا بتمتحنوني ولا ايه؟ نحن بنعرف كل حكايتك مع ابن البطاش حسام. والله طالما بتعرفي كل حكايتي مع عبد البطاش يبقى اكيد تعرفي ان في بيني وبين ابن البطاش ديل، وانا كلمتي عقد. انت كيف قدرت تشتغل معه وبيناتكم دم وطار؟ والله يا انسه ديدي المصالح بتتصالح. والطمع فضيلي، وبعتقد اللي مثلك حابب يطلع لفوق حتى ما يبقى تحته يتدعوس بالاجرام. مش كل الناس تداس بالرجلين يا مستر البير، في ناس عضمها ناشف تيجي تدوسها برجليك رجليك تتقطم نصين. واسمح لي بقى طالما قررنا نلعب بوكر على المكشوف، انا ما عجبنيش الخمسه اللي انتوا دخلتوا عليا بيهم دول. هي تقول لي اتفضل وعاملين لي جو كده مش ولا بد لا مؤاخذه، وانت ماسك واحد عمال تبكس له وماسكوني من رقبته. ايه بتخوفوني يعني؟ بتهتوني؟ انا لا بخاف ولا بتهت وما باكلش من الكلام ده. اسمعني، تعرف انه اول مره واحد بيحكي معي بهالطريقه وما بزعل منه، وادعي لربك اني ما اكون غلطان. ولا مؤاخذه انت كمان اسمعني منيح يا مستر البير، انا لما جيت لك هنا جيت بكيفي مش غصب عني علشان اعرف نظامك ايه. وعرفت؟ عرفت. عارف يا مستر البير، اللي زي حضرتك زمان كانت شغلتي اقبض عليهم وارميهم لا مؤاخذه في السجن. هذا كان، وكان فعل ماضي. خلينا نحكي بالمستقبل، والمستقبل بيقول انك رح تشتغل عندي، يعني رح تشتغل عندي. حسام ما تشوف حالك علينا، انت منك ملاك غاطس بالغلط. غاطس بالغلط بكيفي لا مؤاخذه. حسام لوين رايح؟ المقابله انتهت. حسام 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 لحظة لحظة من فضلك، ما تزعل من مستر البير، هو كان متعصب شوي، شفت المشكلة قدامك. بس بصراحة أنا كنت حابة أقول لك شيء كتير أثرت فيا هلأ. أول مرة بشوفه للزلمة متوتر هالقد. واضح انه كان متوتر يا ديدي. شكلك أنت كمان متوتر، يمكن بدك شوية ريليف. بقول لك ايه، لو فكرت في الريليف اوعدك مش هلاقي احسن منك، بس انت جيتي لي متاخر. انا راجل مرتبط ودقه قديمه وماليش في النوع ده من الغلط. ليه تجارة السلاح مش غلط؟ انا قلت لك النوع ده من الغلط، ما هو الغلط انواع. يعني اختصاصات الغلط. الله يفتح عليكي، الغلط اختصاصات. دعانك بالصح يا حسام. انت كنت حتكون كتير حلو بالغلط. طب اخد تاكسي ولا هتوصليني في البلد اللي انا مش فاهم فيها حاجه دي؟ معقولة تاخد تاكسي ولو حياتي؟ تعال انا بوصل. ما قلت لك ماليش في النوع ده من الغلط. اتفضلي. حسام تليفونه مقفول، طاهر بقاله مدة مختفي. في ايه يا وهدان؟ علمي علمك يا سيدي. وهدان شوف لي الحكاية. بالإذن أنا. مش هتكبر انت؟ مش هتكبر عاد وتساعد ابوك؟ ده انت من زمان وانت صغير. اديني حبة كمان حبة. وتنتخبوا مين؟ المصري. وحبيبكم مين؟ المصري. تنتخبوا مين؟ المصري. وحبيبكم مين؟ المصري. ودلوقتي اخويا طاهر عايز يقول لكم كلمتين. اتفضل يا سيادة النايب. سقفة يلا سقف. شكرا يا اخواني، شكرا. انا عايز اقول لكم ان اني منكم وبيكم، ولازم تعرف ان طاهر المصطيهي اكتر واحد ممكن يحس بمشاكلكم. ليه؟ لانني فلاح ابن فلاح ابن فلاح. فلاح الزان وانت ما عندكش ارض. ايه انت اللي بتقول كده يا شندويلي؟ ماشي يا شندويلي،
طب ايه رايك انني عندي ارض واشتريتها من زمان 10 فدادين في الناحيه الجبليه، بس انا يا اخواني ما برضاش اقول الكلام ده عشان اراعي شعور الغلابه المنتنين اللي ما حلتهمش اللضا زيك كده يا شندويلي. يا سلام على الانسانيه. الله اكبر. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. ان شاء الله لو انتخبتوني احل لكم كل مشاكلكم مع الجمعيه الزراعيه. لا مش بس كده، ده انا هبني لكم مستشفى والخير هيعم علينا كلنا، وساعتها هشكر كل اللي ادوني صوتهم، واللي ما ادونيش برضه هشكرهم، واللي ما ادونيش صوتهم هبقى عارفهم بالاسم يا شندويلي، واخد لي بالك؟ بالاسم، بس هبقى عارفهم عشان اسامحهم، لان اني قلبي كبير. واني بقالي 5 سنين بشتغل في الوحده الصحيه ولسه ما ثبتش. وانا كمان بقالي سنه شغال في جمبريه الميه ما ثبتش لحد الوقت ابدا. ايه هتتثبتوا؟ والنعمة الشريفة لا تتثبتوا. ايه ماني بثبتكم اهو. بتتكلم بجد ولا كلامه خلاص لحد ما تخش المجلس؟ ايه اني كلمتي واحدة ولا يمكن ارجع في كلام ابدا. اخويا طاهر ما يرجعش في كلامه ابدا. وتنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ كده برضك يا طاهر تطلقني وترميني الرميه دي انا والعيال؟ اخفى عليك يا خسيس يا ناس. اسمعوا يا خال، الراجل ده واطي ومعفن، اوعوا تنتخبوه. ده ايه اللي جابها دلوقتي؟ بقينا هننفضح يا اخو. ده كلام تقوليه، ده كلام تقوليه يا ابو البنات. هو في حد برضك يسيب مراته ام عياله ويرمي ضناها؟ ده اني ما اقدرش استغنى عنكم. ايه امال طلقتني ليه؟ اني طلقتك عشان كنت نازل مصر، يعني رايح للمجهول يا وليي. اني كنت خايف عليكي انت والبنات، لا تتشردوا ولا يجرالكوا حاجه. طب ايه رايك انني قدام الناس كلها مستعد اردك، بس انت توافقي يا ست الكل؟ موافقه. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ شكلنا اتورطنا يا اخويا. ايوه اتورطنا، بس الورطه دي هي اللي هتنجحنا في الانتخابات. تعالي يا قط. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ بناتي وحبيبكم مين؟ المستهل. حقيقي انا بعتذر لك على سوء التفاهم اللي حصل بيناتنا. واعتذارك مقبول يا مستر البير ولا يهمك. ما كنا نعرف انك بتحب دياب لهالدرجه. انا اكتر واحد بيكره دياب، بس زي ما قلت لكم في بيني وبينه اتفاق وانا كلمتي عقد. ومنشان هيك نحن حابين نتعامل معك بالطريقه اللي بتريحك وبتمشي لنا شغلنا. مستر البير قلت لحضرتك انا مش بديل لحد. وبعدين اسمحوا لي يعني سؤال، انتوا ايه اللي قلبكوا على دياب مره واحده كده؟ انتوا كنتوا حبايب. الحقيقه دياب صار طماع زياده عن اللزوم ومش عم يسمع الكلمه مثل الاول. تمام، انا موافق بس بشرط احتفظ بحقي في التعامل مع دياب علشان ما بقاش كسرت الاتفاق اللي بيننا. ونحن متفقين معك، بس بدنا اياك تتعامل معنا مثل ما كنت تتعامل معه، وصدقني رح تكسب اكثر لما نشوف. واثباتا لجديتنا بحديثنا، عندي شحنه اسلحه صغيره خارج المياه الاقليميه المصريه، قادر تفوت لي اياها؟ فاتت، اعتبروها فاتت، المهم نسبتي. قد ايه بدك؟ يعني علشان اول مره هنتعامل مباشره ممكن اعمل لكم ديسكاونت يا مستر البير. 5% كويس؟ انا موافق. ديل.
ربنا يا رب يقدرني ويسعدك انت وملوكه. بالمناسبه انا في شويه حاجات فنشتها في البيت على اللي انت كنت عاملاه بس على ذوق، يا رب تعجبك. ايه رايك؟ تمام، حلو قوي. عايزه انام يا ماما، تعبت. حبيبتي حاضر يا حبيبتي. انا اذنك معلش يا حسين. براحتك. تصبح على خير يا ملوكه. وبعدين بقى وصلت موضتها؟ قوي. انا اسفه. اسفه؟ اسفه على ايه؟ على ملك. ملك دي بالذات تعمل اللي هي عايزاه. عارفه لو ما كانتش هي شبطت فينا وجت معانا كنت انا اللي هشبط فيها واجيبها. يعني انت بجد مش متضايق؟ متضايق من ايه؟ انت مجنونه؟ احنا اتجوزنا عشان نتلم كلنا سوا، مش عشان هي تبقى في حته واحنا في حته. طب ايه؟ ايه؟ اعمل لك حاجه تاكلها؟ لا انا مش جعان، لو انت جعانه ممكن انا اقنق معاكي كده وانسك. لا مش جعان. تمام تمام. الا صحيح كنت عايز اسالك سؤال. مين الرزل ابن الرزل، سوري في اللفظ يعني، اللي اسمه شلبي اللي كان موجود في الفرح ده؟ هو فعلا انسان رزل. ده جوز منيره اخت معتز الله يرحمها، ومطلع عينها يعني. الله يرحمه. اعمل لك شاي؟ شاي. شاي؟ تصدقي خدتيها من على طرف لساني. انا لسه كنت هطلب منك شاي بس كنت مكسوف بصراحه. طب عايز كام سكر؟ معلقه واحده. تسلمي ايدك يا حبيبتي، ميرسي. تسلمي ايدك. شكرا.
ده الواحد سكر. هو عمر اخوكي ما جاش الفرح ليه؟ لسه مرمي في المستشفى بسبب مراته ام كعب محني. ام كعب محني مش لاقي عليك يا ايمان، جبتيها منين دي؟ عجباني. في ايه يا مان؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا خايفه يا ماما انام لوحدي. ليه يا حبيبتي؟ ما انت دايما بتنامي لوحدك. ده كان في بيتنا. ما هو ده بيتنا برضه يا لولو. ايمان سيبيها، تعالي ملوكه، تعالي يا حبيبتي. مالك هتنام في حضني النهارده؟ قولي لمامي تصبحي على خير. تصبحي على خير يا ماما. تصبحي على خير يا روح ماما. تصبحي على خير يا ايمان. الو، عاش من سمع صوتك. كنت فين المدة دي كلها؟ مالكش دعوه انا كنت فين ولا هبقى فين. معلش يا باشا، ده انت طول عمرك اللي بتسأل واحنا اللي بنجاوبه. نفسي مرة واحدة انا اللي اسألك. ماشي يا سيدي وانا هجاوبك. كنت بتجوز، ها ارتحت؟ ألف مبروك يا عريس. طيب كنت تعزمنا على الفرح، أقل حنشرفوك ونقوموا معاك بالواجب. معلش حقك عليا، كانت حفلة على الضيق كده أسرية. ماشي يا عريس، حديك 10 أيام أجازة وبعديها حتفضلي. ربنا يحيينا ويحييك إن شاء الله. مع السلامة يا دياب. حاجة تقرف. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. مين دياب؟ تسألي ليه؟ اسمه غريب يعني. واحد من العملاء بتوعي، بس بعد عنك زنان ما وردش. بالحق بقول لك ايه، في ناس جايه تعاين الفيلا النهارده عشان هيركبوا كاميرات. ايه الحكايه يا حسين؟ مقفل البيبان والشبابيك بالحديد ودلوقتي جايب لي كاميرات، في ايه؟ محدش بقى ضامن حد يا مان. اليومين دول الناس بقت وحشه، الشر مفيش اكتر منه، وانا ما بقتش امن لحد. دمباه. ايوه يا انسه ديدي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وزي مستر البير، عايزك تطمنيه من فضلك. ما أنا عرفت، بس كان بدي بس أتشكرك على مجهودك المتميز. شكر على واجب، ربنا يخليكي. ألف مبروك على الجواز. الله يبارك فيكي. الحمد لله الحمد لله. مع إني مستخسرتك كتير بالجواز. محدش بياخد أكتر من نصيبه يا أنسة ديدي، الحمد لله الحمد لله. سوري حسام، أنا مضطرة أسكر هلا، برجع بحكيك بعدين، أوكي؟ يا ريت يا ريت يا ريت. مع السلامة، مع ألف سلامة. أوكي باي. أهلا يا دياب، كيفك؟ ازيك يا ديدي؟ اسمعي يا ديدي، عاوزكم تبعتوا لي 1000 حتة، والسعر حنتفقوا عليه بعد التسليم. كمان يا دياب بدك تدفع بعد التسليم؟ ايوه انا قصدي كده عشان اعرف غلاوتي عنديكم. دياب انت بتعرف انه غالي عنا، بس ما بدك تواخذنا بهالفترة، علينا ضغط كتير وما رح نقدر نعطيك الكمية كلها بالموعد المحدد، بس أنا بوعدك أول ما يتوفروا عندي رح اتصل فيك. في ايه يا ديدي؟ انتوا صغيرين مش عارفين تلموا لي 1000 حتة؟ بالعكس نحن كبار بالسوق، وطلبك أنت نقطة ببحر الطلبات اللي عنا إياها هلأ، والأولوية أكيد بتروح للناس اللي طالبين كميات أكبر. ايه يا ديدي؟ يعني أنا قليل؟
دياب حبيبي ما تفهمني غلط، أنا بس عم قلك إنه مزنوقين شوي لأنه الطلبات بالسوق كتير علينا، بس أول ما يصيروا عندي وحياتك لعيونك. سلام سلام يا ديدي، سلام. ولد الكلب. خير يا دياب؟ موردين اللي برا مش حيجيبوا لي البضاعة، عاوزين يعطلوا شغلي. أها، جت من عند ربنا وبكفاياك الطريق الواعر ده عاد. أبطل بمزاجي مش غصب عني. بس الغريبة إنه دي أول مرة بتكلمني كده.